يبدأ الكاتب بالحديث عن قصة حياة الروائي الشهير بوكوفسكي، فقد عانى الفشل في معظم سنين حياته، وقوبلت كتاباته بالرفض، وكان مدمنا للمخدرات. وعندما بلغ بوكوفسكي 50 عاما، وافق أحد المحررين على نشر كتاباته، فكتب أول رواية له بعنوان مكتب البريد. وهنا بدأ نجاح بوكوفسكي بعد سنوات من الفشل واحتقار الذات. وعبارة لا تحاول هي العبارة المكتوبة على قبره. يقول الكاتب أن نجاح بوكوفسكي لم يكن نابعا من تصميمه على الفوز، بل من حقيقة إدراكه أنه فاشل، وهذا ما تعنيه عبارة لا تحاول. يقول مارك مانسون أن النصائح بالتوقعات والآمال الإيجابية: كن أكثر ذكاء، كن أكثر ثراء، أكثر صحة، أكثر سعادة، هي في الواقع نصائح تركز على ما أنت مفتقر إليه وما تراه نقائصك الشخصية. فعلى سبيل المثال، أن تتعلم أشياء من قبيل أفضل طرق لكسب المال، لأنك تحس أن المال الذي تجنيه ليس كافيا، فالتركيز على ما هو إيجابي لا يفعل شيئا سوى تذكيرنا مرة بعد مرة بما نحن مفتقرون إليه. وتحدث الكاتب في هذا الفصل عن الحلقة الجحيمية التي تكرر نفسها، وهي أن ينتابك القلق حيال مواجهة شيء في حياتك، ثم يجعلك هذا القلق عاجزا عن فعل أي شيء، ثم تتساءل عن سبب قلقك، فتصبح قلقا بخصوص ما يتعلق بقلقك. فإذا كنت غاضبا ولا فكرة لديك عما يجعلك غاضبا، تبدأ بإدراك أنك تغضب بسهولة، ما يسبب لك انزعاجا وغضبا أكثر، وأنت تكره ذلك فتصبح غاضبا من نفسك لأنك تغضب من غضبك، وأن اللا رغبة في التجارب الإيجابية تجربة سلبية، وقبول التجارب السلبية تجربة إيجابية. وكلما سعيت لأن يكون إحساسك أفضل تناقص رضاك، وهذا ما يسمى القانون التراجعي. ومفهوم فن اللامبالاة الذكي بأن عدم الاهتمام الزائد بأي شيء لا تعني أن لا تهتم بكل شيء، ويوضح هذه المسألة من خلال 3 أمور. الأمر الأول: أن عدم الاهتمام الزائد لا يعني عدم الاكتراث مطلقا، بل يعني أن تهتم على النحو الذي يريحك. والأمر الثاني: وحتى لا تهمك الصعاب لا بد من الاهتمام بما هو أكثر أهمية منها. والأمر الثالث، وهو سواء أدركت ذلك أم لم تدرك، فإنك دائما تختار ما تمنحه اهتماما. الفصل الثاني: السعادة مشكلة. يروي الكاتب في هذا الفصل قصة الأمير الذي كان يعيش حياة الترف، فقرر التسلل خارج أسوار القصر فيرى معاناة البشرية لأول مرة لينصدم مما رأى، فيقرر أن يهرب خلسة من القصر ليعيش هذه المعاناة. ومرت السنين ليدرك أن حياة المعاناة لم تزوده بالبصيرة التي يرغب فيها، فقرر أن يجلس تحت شجرة عند ضفة النهر، وألا ينهض حتى تأتيه فكرة عظيمة، إلى أن يتوصل بعد 49 يوما إلى إدراك عدد من الأمور العظيمة، ليكون لنفسه فلسفة قدمها للعالم تقوم على أن الألم والخسارة أمران لا مفر منهما. عرف هذا الأمير فيما بعد باسم بوذا. يقول الكاتب أن المرء من الممكن أن يكسب السعادة مثل ما يحقق لنفسه القبول في كلية الحقوق، وأن القلق وعدم الرضا جزءان أصليان من الطبيعة البشرية، وأن السعادة تأتي من حل المشكلات، فالمشاكل ثابت من ثوابت الحياة، وحلك لمشكلة معينة يخلق مشكلات جديدة. فعندما تحل مشكلتك الصحية عند الذهاب إلى النادي، فإنك تخلق مشكلة اضطرارك إلى النهوض في وقت أبكر.
وتضطر للاستحمام وتغيير الملابس قبل الذهاب إلى العمل. تأتي السعادة من حل المشكلات وعدم تجنبها، وعليك البعد عن إنكار الواقع وتجنب عقلية الضحية ولوم الآخرين أو الظروف على مشكلاتك. يقول الكاتب أن الناس يعملون من شأن العواطف والانفعالات، فهي تنشأ لغاية واحدة، وهي أن تساعدنا في العيش وإعادة إنتاج أنفسنا. فالانفعالات ليست إلا إشارة توجهك نحو تغييرات مفيدة لك، وليست حقائق. اختر ما تكافح من أجله، ما الألم الذي تريده في حياتك، وما أنت مستعد لأن تكافح من أجله. فالكفاح هو المحدد الأول لمجرى حياتك. فإذا رغبت بمكتب أفضل وأجر أفضل، يجب أن تكون مستعدا لأسبوع عمل من 60 ساعة والغرق في أكوام الورق. يبدأ الكاتب هذا الفصل بالحديث عن أحد معارفه، فقد كان شخصا إيجابيا نشيطا طوال الوقت، ولا تجده إلا منشغلا أشد الانشغال في شيء ما. قد كان يبدو شخصا يسعى لهدفه حقا، ولكنه في الحقيقة كان شخصا فاشلا. كلام من غير فعل. وكان يقول أن الذين يسخرون منه أو ينصحوه بالتخلي عن أفكاره أنهم أقل خبرة ولا يفهمون عبقريته، وأنهم يضيعون على أنفسهم أكبر فرصة في حياتهم. يقول الكاتب أن مجرد إحساسك الجيد تجاه نفسك لا يعني شيئا إلا إذا كان لديك سبب وجيه يجعلك تحس بذلك. ويسمي حلة صديقه بحركة تقدير الذات، التي تقيس تقدير الذات من خلال مدى إيجابية أحساس الناس تجاه أنفسهم. فهم يشعرون بشعور زائد بالاستحقاق، الذي يجعل الناس في حاجة لأن يكون لديهم شعور طيب تجاه أنفسهم، حتى لو كان ذلك على حساب من حولهم. هناك مشاكل نحس بعدم القدرة على حلها، ما يجعلنا نشعر بالتعاسة والعجز، أو أن نكون مصابين بعطب ما حتى تصيبنا هذه المشاكل الفريدة الخاصة، فيصير لدينا ذلك الشعور الزائد بالاستحقاق الذي يظهر من خلال شكلين: ألف، أنا شخص رائع وأنتم عاجزون، وهكذا أنا أستحق معاملة خاصة. أو باء، أنا عاجز وأنتم رائعون، وبالتالي أنا أستحق معاملة خاصة. لا توجد مشكلة شخصية غير موجودة إلا عندك أنت، فمن الممكن أن يكون ملايين الناس قد عانوا المشكلة أو يعانون منها، وهذا يعني أنك لست شخصا خاصا فريدا عن الآخرين. يتمتع معظم الناس بسوية في معظم الأشياء التي يفعلونها، وحتى إذا كنت استثنائيا في أمر من الأمور، فقد تكون عاديا أو أقل من العادي في معظم الأمور الأخرى. فلكي تكون عظيما في أمر من الأمور لا بد من تكريس الكثير من الوقت والطاقة من أجل هذا الأمر. فئة قليلة من الناس تتمكن أن تصير استثنائية في أكثر من أمر، والأشخاص النادرون الذين يصيرون استثنائيين حقا في شيء ما لا يفعلون ذلك لأنهم يرون أنفسهم استثنائيين، بل لأنهم ليسوا عظماء على الإطلاق ويسعون لتطوير أنفسهم وتحسينها. الفصل الرابع: قيمة المعاناة. يحتوي كتاب فن اللامبالاة قصة أخرى لملازم ياباني أمر أن لا يستسلم، فلم يصدق هذا الملازم أن الحرب انتهت على الرغم من المناشير التي ألقتها اليابان بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية معلنة انتهاء الحرب، فبقي في الأذغال لمدة 30 سنة، ويبدأ بقتل المدنيين والنوم على التراب والعيش على حشرات القوارض.
إلى أن سمع به شاب مغامر فقرر البحث عنه ووجده. إن الإنسان كثيرا ما يقرر تكريس حياته من أجل قضية لا معنى لها. فعندما عاد هذا الملازم إلى اليابان اكتشف أنه لم يكن لقتاله أي معنى، فاليابان التي حارب لأجلها لم تعد موجودة. يقول الكاتب إن إدراك الذات يشبه البصلة، له طبقات كثيرة، والطبقة الأولى من بصلة إدراك الذات هي فهم المرء الأولي لمشاعره، والطبقة الثانية هي قدرتنا على سؤال أنفسنا عن سبب إحساسنا بهذه المشاعر والانفعالات بالذات. وهنا المستوى الثالث والأخير، وهو الأكثر عمقا ويسبب ذرف الدموع أكثر من أي مستوى آخر. إنه مستوى قيمنا الشخصية. لماذا نعتبر هذا الشيء ناجحا أو فاشلا؟ الفرق بين القيم الجيدة والسيئة، وأن القيم الجيدة مؤسسة على الواقع وبناءة اجتماعيا وآنية قابلة للضبط، أما القيم السيئة فعلى العكس من ذلك تماما. يستطيع الإنسان أن يصل داخليا إلى القيم الجيدة، أما القيم السيئة فعادة ما تكون معتمدة على أحداث خارجية. الفصل الخامس: أنت في حالة اختيار دائم. إن الفرق الوحيد بين مشكلة مؤلمة ومشكلة تملأ كيانك كله طاقة هو إحساسك بأنك أنت من اختار المشكلة بنفسك، وأنت المسؤول عنها. يناقش كتاب الفن اللامبالاة قصة ويليام جيمس الذي كان يعاني من مشكلات صحية، وكان الفاشل الوحيد في أسرته، فقرر إجراء تجربة صغيرة، وهي أن يمضي سنة كاملة يعتبر مسؤولا عن كل ما يحدث في حياته، وسيفعل كل ما في وسعه لتغيير حياته، ليصبح ويليام جيمس أب علم النفس الأمريكي، وأصبح من أكثر الناس تأثيرا بجيله كله. لسنا قادرين على التحكم فيما يحدث لنا، لكننا قادرين على التحكم بتفسيرنا له. فلا وجود لشيء اسمه عدم الاهتمام بشيء على الإطلاق، لكن علينا أن نحدد ما الذي نوليه اهتمامنا والقيم والمقاييس التي نستند إليها. يجب أن نفرق بين المسؤولية والذنب. يعتقد الكثير من الناس أن المسؤولية عن المشكلة لا تكون إلا عندما تكون أنت من تقع عليه اللائمة في خلق هذه المشكلة، وفي الحقيقة أن اللائمة والمسؤولية ليستا شيئا واحدا. فهناك مشكلات لا تقع اللائمة فيها علينا، ولكننا نظل مسؤولين عنها. اللائمة شيء من الماضي، فهي ناتجة عن خيارات اتخذت في الماضي، أما المسؤولية فعل حاضر، وهي ناتجة عن اختيارات تتخذها الآن. هناك أشياء يشعر الناس أنها مؤلمة إلى حد يجعلهم عاجزين عن تحمل مسؤوليتها، ولكن شدة الحادث لا تغير الحقيقة الكامنة خلفه. هناك الكثير من الناس الذين يتعاملون مع كونهم مولودين بنقص ما، كما لو أنهم محرومون من شيء كبير القيمة، فيتجنبون المسؤولية عن أوضاعهم. فاللوم ليس واقعا عليهم، إنها ليست غلطتهم، ولكنها مسؤوليتهم. يقول الكاتب: افعل أو لا تفعل، لكن لا تقل كيف. فالتغيير البسيط يحتاج فقط أن نهتم بشيء مختلف. فنحن نمارس عملية الاختيار في كل لحظة. الفصل السادس: أنت مخطئ في كل شيء، وأنا كذلك. يوضح الكاتب أن هناك الكثير من القيم والمعتقدات التي لا طالما اقتنع الناس بصحتها، وثبت أنها خاطئة. وكما نستطيع النظر إلى أخطائنا وعيوبنا في الماضي، فسوف ننظر إلى أنفسنا في يوم من الأيام في المستقبل، وسنلاحظ عيوبا وأخطاء مماثلة.
وهذا سيكون أمرا حسنا لأنه يعني أننا ننمو ونتطور. عندما ننمو نحن لا ننتقل من خطأ إلى صواب، ولكن ننتقل من خطأ إلى خطأ أقل قليلا، وكلما تعلمنا نقترب من الصواب. فنحن لسنا مطالبين بأن نعثر على الإجابة الصحيحة مطلقا، بل أن نكتشف أخطاءنا ونتخلص منها حتى نصبح أقل خطأ مستقبلا. ويقول الكاتب أن الدراسات أظهرت أن أسوأ المجرمين ينظرون إلى أنفسهم نظرة حسنة ويشعرون بالارتياح تجاه أنفسهم، ما يمنحهم الشعور بأنه من المبرر إيقاع الأذى بالناس. لا يعتقد الأشرار أبدا أنهم أشرارا، وهذا ما يسميه الكاتب مخاطرة اليقين المحض، ويدعون لأن ننتبه إلى ما نحن مقتنعون به. بحسب قانون مانسون في التجنب، كلما ازداد خطر الشيء على حياتك كلما ازدادت محاولتك لتجنبه. الفصل السابع: الفشل طريق التقدم. يناقش هذا الفصل من كتاب فن اللامبالاة أن الفشل هو دافعك للتقدم. يقول الكاتب أنه كان محظوظا لأنه بدأ من الصفر وعانى الفشل في حياته، ولم يتمكن من الحصول على وظيفة، فبدأ العمل عن طريق الإنترنت، فلن يكون قد خسر شيئا إن لم يقرأ أحد مقالاته. يقول الكاتب أن الألم جزء من المسار، فأهم منجزات الكثير منا تحققت في مواجهة الصعوبات، وغالبا ما يجعلنا الألم أكثر قوة وأكثر مرونة. فالخوف والقلق والحزن ليست بالضرورة حالات عقلية غير مفيدة دائما، بل غالبا ما تمثل الألم الذي لا بد منه من أجل النمو النفسي والانفعالي وحتى الجسدي. لا يكون العمل نتيجة للتحفيز فقط، بل هو سبب لنشوء التحفيز أيضا. الكثير منا لا يبدأ بالعمل إلا إذا أحس بالحافز الذي يدفعه للعمل، وينشأ هذا الحافز نتيجة إحساسنا بالإلهام الانفعالي. ولكن الأمر ليس مقتصرا فقط على هذه الخطوات الثلاث، بل إن أفعالك تخلق مزيدا من الإلهام الذي يحفزك للعمل التالي. ويمكن إعادة توجيه أذهاننا إلى أن العمل يولد الإلهام الانفعالي، والذي بدوره يولد التحفيز. الفصل الثامن: أهمية قول لا. يروي الكاتب في هذا الفصل قصة حدثت مع الفنان بيكاسو غالدت. رسم لوحة على منذيل ورقي وهم برميها، فأتت إليه امرأة تريد شراءها، فقال لها أنها ب$20، فاستغربت السيدة، فأجابها: لقد لزمني 60 عاما لأرسمها. يرفض الكاتب أفكار كتب التفكير الإيجابي، وأن نكون دائما إيجابيين نقول نعم لكل شيء ولكل شخص. علينا أن نرفض شيئا ما، وإلا سنكون من غير معنى. فإذا لم يكن هنالك شيء أفضل أو مرغوبا لدينا أكثر من شيء آخر، فنحن أشخاص فارغون نعيش حياة بلا معنى. إذا كان لديك تقدير حقيقي لشيء ما، عليك أن تقتصر عليه، فهناك القليل من السعادة والمعنى لا نصل إليه إلا إذا استثمرنا الكثير من الوقت والجهد في علاقة أو مهنة أو هواية واحدة. الفكرة أن علينا أن نهتم بشيء ما نحن نرى فيه قيمة، وذلك من خلال رفض كل ما هو ليس من ذلك الأمر. هناك أشكال صحية وغير صحية للحب، فالحب غير الصحي يكون بين شخصين يحاول كل منهما الهرب من مشكلاته عن طريق العواطف والمشاعر. أما الحب الصحي قائم على وجود شخصين يعرف كل منهما مشكلاته ويتعامل معها بمعونة مع الطرف الآخر.
الاختلاف بين علاقة صحية وعلاقة غير صحية يكون من حيث مدى تقبل المسؤولية من قبل كل طرف من طرفي العلاقة. يشير الكاتب إلى أهمية وجود الحدود في العلاقة، وهي خط يفصل بين مشكلات الشريكين ومسؤولياتهما الذين يعيشون علاقة مسممة يضعف وجود الحدود فيها. يميلون دائما إلى تجنب المسؤولية عن مشكلاتهم، ويعتبرون أنفسهم مسؤولون عن مشكلات شركائهم نتيجة شعورهم الزائد بالاستحقاق. علمتنا الثقافة الاستهلاكية أن نبحث دائما عن المزيد، لكن المزيد ليس بالشيء الأفضل على الدوام، وغالبا ما نكون أكثر سعادة بالأقل لا بالمزيد. إن الالتزام بمكان أو شخص أو عمل واحد يتيح الكثير من الفرص والتجارب، فتركيزك على شيء واحد يجعلك مبدعا في هذا الشيء. والالتزام يمنحك الحرية، لأنه يوجه انتباهك وتركيزك للاتجاه الأكثر فعالية في جعلك سعيدا معافى، ويجعل اتخاذ القرارات أكثر سهولة. الفصل التاسع: وبعد ذلك تموت. خسر الكاتب صديقه المفضل، ما أدخله في موجة من الاكتئاب وكان يحلم به كثيرا، حتى جاءه إدراك مفاجئ بأنه إن لم يكن هناك سبب لفعل أي شيء، فما السبب لعدم فعل شيء؟ ففي مواجهة حتمية الموت لا مبرر أبدا لأن يستسلم المرء أمام خوفه أو حرجه أو شعوره بالخجل، فالأمر ليس أكثر من قبضة من لا شيء. إذا أمضيت الجزء الأكبر من حياتك في تجنب ما هو مؤلم ومزعج، هذا يعني أن تتجنب أن تكون حيا. الموت يخيفنا، ولأنه يخيفنا فإننا نتجنب التفكير فيه والحديث عنه، بل نتجنب حتى الإقرار به أحيانا، حتى عندما يصيب شخصا قريبا منا. لكن الموت هو الضوء الذي يقاس به معنى الحياة كله، ولولا وجود الموت لبدا لنا أن كل شيء معدوم الأهمية، ولصارت المقاييس كلها صفرا. ويوضح الكاتب فكرتين أساسيتين من كتاب إنكار الموت لأرنست بيكر. الفكرة الأولى أن الإنسان هو الحيوان الوحيد القادر على تصور نفسه والتفكير فيها بشكل مجرد، فنحن البشر ننعم بالقدرة على تخيل أنفسنا في حالات افتراضية وتأمل الماضي والمستقبل، ونتيجة لهذه القدرة العقلية الفريدة ندرك حتمية الموت عند نقطة ما. والفكرة الثانية أن لنا نفسين: النفس الجسدية التي تأكل وتشرب، والنفس المتخيلة المكونة من الأفكار. وندرك أن نفسنا الجسدية سوف تموت عند مستوى ما، فنحاول إنشاء نفس متخيلة قادرة على العيش إلى الأبد. تقبل الموت هو إدراك ضعفنا، وهو ما يجعل كل شيء أكثر سهولة ويمكننا من تحديد هوياتنا. وتقبل الفشل ورفض كل فكرة تواجهنا. كلما فكرنا في الموت أكثر تعتقد أن كل شيء سينتهي بموتك، لكن قصة خلودك بإمكانك أن تكتبها، وأن تجعل غيرك يتذكرك بعمل ما يبقيك في ذاكرة الناس.